البطاقة الحمراء اليوم لن أشهرها، حشمت، استحيت أني نشهر البطاقة الحمراء، لأنه البطاقة الحمراء التي سنتحدث عنها في هذه السهرة تتعلق بملعب مولاي عبد الله بالرباط. وأردت اليوم أن أضع إسقاط على ما يحدث في البطولة الوطنية في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب، نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 شويه منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. الامر يتعلق بحفل تدشين ملعب مولاي عبد الله، ماهوش من عدم، الفريق راهو يحقق فيه القاب وراهو يتطور من عام الى عام. هذا هو الهدف، والهدف هذا ياتي بعد المركز والنادي تاع الفريق وبعد الملاعب الجواريه اللي عندهم. تصوروا اين وصلوا اليوم. هذا الاسبوع داروا حفل ضخم، مولاي الحسن شخصيا دشن الملعب، تابعته كاملا، شاهدوا والله نغيروا برك.